سلام للجميع، رجعت فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله تعجبكم وصفة اليوم. قبل بداية الفيديو ما تنسوش تصلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. راح نبدو بوصفاتنا على بركة الله. بسم الله. هنايا عندي قهوة طايبة وعندي بسكويت، أي بسكويت تحبيه تقدري ديري حتى مسكوت شو عادي. راح نغمس في هذيك القهوة لازم تكون مرة ماهيش تكون حلوة، لأني الطبقات فيها حلوة، ونايا منحبش التحليات اللي فيها السكر بزيت. صدقوني قد ما راني ندير في وصفات فيها السكر، يعني قيس منذوق فقط. المهم درت كاس سكر، يعني كرملته، شوف ندير الكراميل، ودرت كاس ماء نفس الكيال تاع السكر، يعني ماء ندفي فيه، وهذا حليب. راح ندير عليه مغرفة كبيرة نشاء، يعني الكاس راكم تشوفيه ماهوش مليان الحسيلو. راح نكمل نكرمل هذاك السكر كما تشوفيه. نضيف عليه مغرفة زبدة، مغرفة مش مليانة. نذوب هذاك الزبدة مليح مع الكراميل، ومن بعد نضيف الماء هو سخون. يعني شفتوني مرة بداية الفيديو كنت نسخن فيه. بلاكي من هذه اللحظة خاصة تعودي ديري في الماء، شوف كيفاش استحفظوا. المهم نخلط حتى مني نشوف هذاك ذاب لي السكر كامل. نضيف عليه هذاك الحليب ونشاء مع بعضاهم. شوف، اذا حبيتي القوام تاع الكراميل يكون ثقيل ياسر ديري غنجاية مغرفة ونص، واذا حبيتي ديري تكون خفيف كما درت انا ديري مغرفة فقط، يعني مغرفة واحدة تهزي. هنا طلعت كريمة شونتي مع كاس ماء، طلعته مليح. ونجيب هذا الجبن يعني باش نقص لي الحلاوة، يعني تعرفون الكراميل حلو، ونزيد القاطو حلو، ونزيد الشونتي حلو. درت هذا باش ينقص لي الحلاوة تاع الشونتي. معناها دري جبنة تاع امير ولا تاع صمام، المهم كما تحب. نزيد عليها بعد ما درت هذيك زوز طبقات تاع قاطو، درت الطبقة الاولى وزدت الطبقة الثانية، شربت بالقهوة ناقصة سكر، ما فيهاش السكر اصلا. ومن بعد نزيد عليه هذيك الكريمة، ومن بعد ما نسوي لها وجه تاعها نخليها تبرد تماما تمام. حتى من تبرد نضيف عليها شرائح من البنان، حبيتي بنانة زوز كما حبيت. انا كانت عندي بنانة ونص، هنايا درتها. شوف القوام تاع الكراميل كيفاش جاني، يعني بعد ما تحطيه فوق النار خلطي 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 حتى تحصلي القوام تاعه ثقيل، خليه يبرد، ضيفيه فوق التحلية كما هكا. وهذه هي كانت تحليتنا نهارنا اليوم. الله يحلي ايامكم جميعا ان شاء الله. نروحوا للوصفة الثانية. راح نديروا بيتزا. بيتزا على شكل سمش كما راح تشوفوها. نحن نبدو الطريقة كيفاش. راح ندير كاس ماء دافي، ندير عليه مغرفة لحظة، ندير عليه كاس فرينة، مغرفة سكر، ومغرفة خميرة. هذا هو. كما قلت لكم نخلطهم بالفوي مليح، ونخليهم يخمر مدة 5 دقائق. بعد 5 دقائق بالنسبة للأخت اللي قالت لي وشي الفرماج اللي ديري فيه العجائن تاعك، هذه شيدار ولا كان نوعية أخرى في الساشي زرقاء ولا نسيت اسمه. المهم بعد 5 دقائق كما راكم تشوفوا تفاعلت هذيك الخميرة. نزيد عليها بياض بيضة والصفار راح ندهنوا به من الفوق، ونزيد عليها تقريبا 4 مغارف زيت، والملح. هذه هي الملح. ونخلط كل شيء مع بعضه، وراح نعجنهم مع بعضهم كامل حتى نتحصل على عجينة تكون طرية. ماذا بيك اذا عندك اللحظة ديري مغرفة لحظة، واذا ما عندكش ديري الحليب نمر. لو درت البداية درت الماء الدافي. نخلط كل شيء مع بعضه، ومن بعد نضيف الفرينة تدريجيا كما قلت لكم حتى نتحصل على القوام المناسب. بالنسبة للقوام تاع العجين هذه لازم تكون طرية، ما تكونش نقولوا احنا تماسكه. شوف راك شوف مزات تتلصق في اليد تاعي. نخليها عاود تخمر. بعد ما تخمر نحولوها بهذه الطريقة، نديروها كما كنقصوها بالاطراف كما هكا كل شوي 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 شوي. بالنسبه للاطراف راح ندير فيها الفرماج، اي فرماج عندك. انا درت الفرماج تاع المثلثات، ومن بعد ندير عليها الفرماج هذاك المبشور اللي شفتوه بقيله في بدايه الفيديو. نضيف كامل، ومن بعد كي راح هكا تشوفوا راح نضغط عليها. راح نوري لكم كيفاش.
نجيب ما بين احنا نقولو احنا الأطراف تاع العجينة، نمسكها كيما هكا ونفتحها من فتحة كيما هكا، هاذيك كيما هكا. نكمل الطريقة الثانية، حتى نولي نكمل كامل. ومن بعد راح ندهنها بصفار بيضة وندير الصوص تاعي. الصوص تاع الطماطم راهو يعني كنت محضرته من قبل كما قلت لكم، يعني راح نكمل الطريقة كامل. هاي كيما هكا درتها كامل. ونجيب الصوص تاع الطماطم راني حضرتها يعني قبل رمضان، وجدتها وراهي موجودة في القناة الصوص تاع الطماطم. نكمل بهذه الطريقة. نجيب شرائح الفلفل حلو، ونزيد عليها شرائح البصل، ونزيد عليها يعني عندي اللحم، نزيد ندير هكا شوية لحم، وندير هنا الزعترة كما تشوفوا، الزعترة تاع البيتزا. ونزيد كامل نديرها الوجهة تاعها. بعد ما نخرجها طيب من الفرن، طيب من تحت والفوق، يعني ندير لها الفرماج وندير لها كريم فريش قليل فك من فوق، ندير لها شوية زيتون. وهذه هي كانت بيتزا تاع اليوم. ان شاء الله تعجبكم الطريقة والفكرة. نروحوا الوصفة الثالثة. الأخت طلبت مني المسدوان، يعني سلطة روز. يعني ما كانش أبسط منها وما كانش أبسط منها. اسمحوا لي على الصوت، راني والله صدقوني راني تعب راني نتعب فيه والله. إن شاء الله ربي يعيننا، وهذا هم امتحانات ومسؤولية ورمضان كل شيء. هنا حطيت تقريبا مغرفة كبيرة من الجلبانة وشوية حبة زردية، راح نفورهم ونملحهم. بالنسبة للبطاطا راح نقلهم في الزيت. بالنسبة للرز درت كاس زوز كيسان ولا كاس كما حبيتي نقصي. راح بعد ما يطيب لي هذاك الرز راح نفوره وندير بعد ما يطيب لي يتفور مليح هذاك الزردية والجلبانة. وقليت هذاك البطاطا، نضيف هذيك الطو والزيت تاعها. راح ندير له 10 قارص هاكم تشوفوا هنايا. اذا حبيتي ديري فلفل حلو شوطيه وديري معاه فلفل راس واحد نقولوا شوطيه وديريها مع هذيك الخلطة. ندير الكاشير، ندير 2 مغارف كبار مايونيز. واذا حبيتي ديري زوز حبات ولا 3 حبات فرماج يجيك ثاني بنينة كيما راكم تشوفوا. راح ندير كمية من الرز ونخلط كل شيء مع بعضه. اذا حبيتي تزيني الطبق تاعك زيني بسلطة خيار، يعني ورق كيما حبيتي ديري بيتراف. انا نعرف ان اولادي ما ياكلوش هيك السلطات، ما نفضل هذه الطريقة احسن لي، خير ما نبقى ندير ونطيش. هكا اسهل طريقة. وهذاك الزيت تاع الضو درت عنا قارص ونخلط. وتقدمي في صحون ولا كؤوس ولا كيما حبيتي ديريه. التزيين يرجع لك اختياري. المهم انا درت لكم الطريقة وانتم عليكم الافكار. هاي ما علي، ان شاء الله نقول لكم فيديو جديد ووصفة جديدة. وسمحوا لي قلت لكم راني تعبة ونسجل لكم والله. لا ان شاء الله ربي يقدرني ويقدركم. هذه كانت وصفاتنا النهار اليوم. ان شاء الله تعجبكم وصفات اليوم. ما علي، ان شاء الله نقول لكم صحة فطوركم جميعا، والى اللقاء. سلام.